شكرا اخوتي، مبروك عندنا التأهل للدور الثاني في كأس العالم بدولة قطر الشقيقة. الحمد لله الفريق ديالنا بين على واحد البرهان بانه فريق قوي، ولات كل الفرق كتخاف منه، لانه دابا هو الممثل الوحيد للدول العربيه، وكاين جوج ممثلين ديال الدول الافريقيه، المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي، ونتمناو الكاميرون تأهل تاهي. ان شاء الله خوتي، هو ان التأهل كان 1986 وكنا في المجموعه قويه، كانت مجموعات فيها المانيا، كان مع ماتيوس، كان مع رومينيغي. المانيا لعبنا معها في الدور الثاني. خلينا المجموعه ديالنا كانت فيها البرتغال وبولونيا والانجلتير كانوا فيها لاعبين كبار، روبسون وكيغن. والبولونيا كان فيها بونياك هداف ايطاليا مع جيفونتيس. والبرتغال كان فيها الشنانه بحال رونالدو بحال مارادونا، كان لاعب كبير. والحمد لله قالوا المغرب بان ندخلوا نلعبوا معاه بالكومبلي، هذه دوله افريقيه جايه هنا شويه. تاع المغرب ولا هو الاول في الجروب، تعادل مع بولونيا، تعادل مع الانجلتير، وضرب لي البرتغال 3-1. والحمد لله دارت الايام وجات الايام وجات التأهل الا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتوكل على الله. هذا الشيء كله اللي جا بفضل الله. مي حتى لعبت حنا في جروب صعيب، كاين اللي ما يشراش في الورقه ديال الدوزيام تور. حنا مع بلجيكا، حنا مع كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 مع فرنسا، حنا مع كندا اللي تكلاسات في المجموعه ديالها هي الاولى مع المكسيك ومع امريكان. والحمد لله كنا خايفين، والحمد لله جاب الله الرزق وسقنا حنا الاولين في الجروب. المغرب مع كرواتيا عباد الله، وما ادراك ما كرواتيا، بلجيكا وما ادراك ما بلجيكا، وتكلاسينا حنا الاولين. هذا فضل من عند الله، والحمد لله. كنتمناو الدور الثاني مع منتخب اسبانيا، لان منتخب اسبانيا ليس بالقوي، عندنا جمهور قوي اللي غادي يحضر الملعب 40,000 متفرج. وكما قال المدرب بلجيكا، الجمهور هو اللي يربح المغرب، وقالها مدرب كندا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.